هاي يا حلوين، تعالوا أعلمكم على شغلة شلون تعلقون هذول النفاخات بالسقف بدون غاز بدون كل شي عندي بالبيت راح أسويه. وهسه مثل مو شايفين أنا هنا أول وحدة هاي راح أجربها وياكم شلون لزقتها بالسقف. وطبعا هي تبقى ثابتة، الكمية اللي تحبون تلزقونها تقدرون تسوونها وتكثرون يعني براحتكم. بم أهلا وحبايبي، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير. وأنا هسه رجعت لكم بفيديو جديد. اليوم عندنا مناسبة وراح ننفخ النفاخات ونلزقهم بالحائط وبالسقف. طبعا أول شي مثل ما شايفين أنا عندي مقص، عندي لاصق، يعني أي لاصق عندكم، تيب يعني أو لاصق يكون حتى يعني شفاف. إذا عندكم أنا عندي هذا مال يعني من يصبغون يخلون للحائط حتى شنو حتى يصير خطوط، يعني حتى ما يصل الصبغ عليه. فأنا هنا نفخت النفاخة مثل ما شايفين، وهنا ما عندي شي يعني زينة، فمن اللي موجود عندي بالبيت ورق، شي يعني يكون عندكم موجود بالبيت تقدرون يعني بيها تسوون بيها شرائح رفيعة. فأنا عندي هذا مالت الورق جدران اللي سوينا بيه الحياطين، فباقي عندي وصل. فأنا ايش راح اخذ منها؟ راح اخذ الذهبي وراح اخذ الاسود. راح نقطع شرائح يعني هيك قطع رفاع طوال ذهبي واسود، وراح نلزقها بالنفاخة من جوا. تحبون تخلوا لها تيب، تحبون تثبتونها بالنفاخة. أنا قسم منهم خليت لهم شوية تيب، واكو قسم منهم بس يعني بس ثبتتها مو النفاخة نعقدها نثبتها بيها. طبعا أنا هذا اللاصق اللي عندي اللي استخدمته الأصفر يصير يعني يحطوا يعني شلون للحياطين للشغلات حتى ما يلزق هذا، لأن ما يلزق بالحائط واني صابغة الحائط، فما أريد يلزق يعني شي على الحائط ويشلع لي الصبغ. فهاي نوعية اللزق زينة. طبعا ما أقول لكم يعني بلا ما تكلفون حالكم وتشترون غاز وتسووا يعني نفاخات أهل الغاز توصون يعني من النت وتجيبونهم، أو يجون ناس يعني يسووا لكم هم بالبيت. طبعا يعني راح ياخذون فلوس كثيرة. طبعا نوفر لبيتنا بما إنه هسه اليوم إحنا عندنا مناسبة، فحبيت إنه أفرح البنات وأسوي لهم يعني فكرة حلوة يعني بالبيت. فمثل ما شايفين أنا شلون لزقتها. ساعدنا هذا اللاصق أخذناه لفيناه لفتين صار وجه وظهر يلزق، يعني بس تلفونها على أصابعكم ترجعونها. هسه لزقت على النفاخة، وهاي صفحة اللخ راح نلزقها وين؟ بالحائط. هاي مثل ما شايفين هنا أنا هسه راح ألزقها، هاي شايفين هيج راح ألزقها بالحائط وبهذا الشكل مثل ما شايفين. هسه هي لزقت بالحائط، طبعا ما تقع الا انتو تشيلونها يعني. طبعا انا هسه راح اسوي يعني كم وحده هيك، يعني راح الزقهم وراح الزق بالسقف كم وحده. طبعا ما اشتريت نفاخات هواي لان ماني مفكره انه اسوي يعني شي، بس قعدت والبنات يريدون يعني فكره يعني جديده، ما يريدون النفاخات يكونون بالقاع، يريدون اخليهم بالسقف، يريدون اخليهم بالحائط. ففكرت قلت انا عندي هاي الشغلات اللي عندي هم بالبيت، خليني اقوم واسوي شي فكره حلوه وازين بيها البيت. طبعا قمت وجبت اللي عندي طلعته وقعدت اسوي بيهم ونفخت النفاخات هاي كلهم. يعني بعد ما رجعت لكم هاي شايفين اللي لزقتهم بالحايط هذولا. وهنا مشغلين اغاني عود قاعدين تركي. اليوم عندنا يعني بتركيا يعني عيد الجمهورية. فمثل ما شايفين يعني اغلب النفاخات عندي حمر يعني وبيهم علم تركيا. فهنا هذول اللي بقوا كلهم راح نلزق منهم قسم منهم بالسقف وقسم منهم راح الزق بالممر فد ثلاثة، حتى يعني يكون هيك البيت كله نحس بيه نفاخات، مع انهم قلال مو كثار يعني، بس وزعناهم على شوي شوي. طبعا لو اعرف كان اشتريت بعد نفاخات يعني وترست السقف بالنفاخات يعني بالبالون، لان كلش حلو حسيته يعني طلع. وهاي مرة ثانية راح اشارك وياكم هم حتى يعني تاخذون تعرفون المعلومة شلون. هاي جبناها الورق اللي قصيناه، تقدرون طبعا اي ورق متوفر عندكم، او هاي الزينة اللي تاخذونها البكرات مالت الزينة اللي تصير رفيعة، الشرايط رفيعة تقدرون تحطون عليها هم تصير هذيج. طبعا ماكو اي فرق يعني بين هاي او هذيك، يعني اذا ما متوفر عندكم يعني ورايدين تسوون فرح حفلة او شي فتقدرون تستغنون عنها ويعني تسوون هاي الطريقة. طبعا بلا غاز بلا شي، احنا هذا المتفقين عليه. طبعا شايفين هاي لفة التيب، هاي لفيتها اني طبعا ما واضحة ما طلعت بالكاميرا التصوير كان لي فوق واني مصورة هيك فما بين عليكم، بس لفونا على اصبعكم ورجعوها حتى تصير اللزق يعني يكون لازق بين وجهين.
هاي مثل ما شايفين خليتها من فوق حتى ألزقها بالسقف. وبهذا الشكل صارت عندنا لازقة بالسقف، بلا غاز بلا شي. طبعا والله شوية يعني مريضة وهمالي خلي يعني القحة عندنا لأن تغيير جو البلاعم. فهاي نكمل بهذا الشكل. أتمنى اللي يوصل لهنا يخلي لي لايك ومتابعة من يدكم الحلوة. طبعا ما أدري ليش هواي أحس يعني أشوف إنه ما حد يخلي لي لايكات، ما حد يدعمني، ما حد يعلق لي تعليق حلو، ما حد يشجعني حتى يعني أستمر أتشجع إنه أصور فيديوهات أحلى وأحلى. مثلا تطلبون مني فيديوهات أنا أسوي لكم هي، يعني أحب يعني إنه أكون دايما يعني هيجي متحمسة وشجاعة. بس ما أدري يعني دايما أجي ما ألاقي، يعني أحس إنه ما تتفاعلون وياي يعني بكثرة. فأحس إنه شغل يعني أتكاسل يعني أصور، أتكاسل أسوي شي، أقول يعني ماكو تفاعل ليش يعني أتعب نفسي ومرات لا هيك يعني يصير لي وهس يعني وأقعد أصور. طبعا هاي بعد ما أني هسه كملت، هاي شايفين هيك نخلي علقتهم هنا من هاي الصفحة وعلقت منها بالسقف. هاي شايفين انتو تقدرون السقف كلها تترسونه نفاخات، انفخوا حطوا لها لزق والزقوها بالسقف. طبعا كلش بسيطة وسهلة هاي الطريقة. لحد يقول لي صعبة، ترى ابد مو صعبة، سهلة واسهل منها ماكو. هاي شايفين. وبعد ما اني هنا مشغلة النشرة يعني وهنا الأغنية مشتغلة. طبعا البنات ما ينتظرون يبدون يجون يشوفون، وخاصة مراد فيكيف. ومراد ما خلانا يعني كل شوية رايد يسحب وحدة، كل شوية يريد يسحب بس هو ما يصل. طبعا هاي بنتي بالعلم قاعدة اسوي. وهاي هنا هسه يعني جابوهم وجاب لهم كيكة، فحبيت اني احط يعني شوية فواكه ويعني اشكل تفاح ويوسفي وشوية كرزات وهيك يعني وكيكة حتى يفرحون يعني البنات بيها. فقلت اني مصورة خل اصور وياكم اكمل همين المناسبة مالتنا. فحبيت اني اكون وياكم اكمل تشوفون ايش قاعدة اسوي يعني اليوم كامل، يعني مو بس النفاخات وخلصنا الفيديو، لا قلت خليني اكمل وياكم. هاي هنا حطينا حب شمس، هنا راح نخلي فستق. طبعا حب شمس حطيت واحد حتى صفحة اللخ يعني يخلون الوسخ بيها. وهنا هاي وهاي الكيك هيجي خاف يريدون يعني ياكلون. هسه راح نجيب الكيكة هم من هنا حطيناها. انطونا رايكم يا حلوين بالفيديو، عجبكم ما عجبكم، شنو رايكم؟ وهاي هنا بعد ما سويت رمان وكملت. طبعا احس الرمان يعني ينطيكي طاقة ايجابية لان احمر، واني هنا مثلا عندي تفاح احمر والرمان احمر والنفاخات حمر، ويعني اغلب الشغلات بالبيت احمر يعني صارت عندي، فكلش حلو. هسه بعد ما ينتظرون فلازم اقطع لهم كيك ياكلون. وهنا هسه البنات رادوا هم يجون يقطعون، فقعدوا هم بقية قطعوا وياي. وهاي هنا سهمكم العافية، تمنيتكم وياي. وهنا هسه قاعدين ناكل الكيك. طبعا والله تمنيت انه تكونون معايا هنا بهاي المناسبة الحلوة. اتمنى ما اكون اني طولت الفيديو عليكم، اكون انه خفيفة الظل عليكم وما ضوجتكم بحكي كثير بالفيديو. طبعا مرات يعني احب يعني اظل احكي، بس اتمنى انه ما تكونوا ضجتوا مني وبزعتوا مني. والى هنا اقولكم باي باي يا حلوين، التقي وياكم